فتقال لي الاتي: طب نعمل ايه؟ شوف لي حل. قلت له طب هشوف لك حل. انت عندك النهارده مستحقاتك في كاس افريقيا هتيجي، لسه دي مش جايه، دي لسه هتيجي. تعالى يا عم قول، تمام. ما الفلوس دي لازم هتدفع. فاكتب قول تنازل على المستحقات بتاعه افريقيا. قال لي الله ينور عليك، مفيش اروع من كده. بعت انا واحد. كنت بتحل انت. انا بحل، انا اللي بحل كويس. انا فاهم، كنت اه بتحل النادي. الله ينور عليك. راح باعت واحد: مساء الخير ازيكم، وانا جاي امضي على ايه، على المديونيه. مين حضرتك؟ انا اسمي ما اعرفش، محمد بدر. طب يا فندم هنا المفروض اللي يحصل حضرتك تجيب تفويض من النادي، ان النادي بيفوضك ان انت اللي تمضي على المديونيه، وانت اللي هتقول ان يتم التنازل عنها في الحاله الفلانيه. جه راح رجع وجه هات التفويض، راح جايب تفويض من نادي الزمالك مختوم، ومن له حق التوقيع في نادي الزمالك هو اللي ماضي علشان يتنازل عن مديونيه الفلوس، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لصالح المستحقات اللي هتجيلك من الاتحاد تمام. الافريقي. حصل يا فندم هذا الكلام، رحنا مأيدين كاسونجو والدنيا خلصت. روحوا امسكوا في عمرو الجنايني، هو اللي خد فلوسكم. انا اتحاد الكوره هو اللي خد فلوسكم؟ انا خدت فلوس نادي الزمالك؟ يا نهار اسود ونيل. ده انا طلعت فلوس من البنك، جددت عقد لسه كمان من 2022 ل 2027. وفي نفس الوقت كمان المستحقات اللي عليك المفروض ان انت تدفعها، جبت لك ليها حل وحلتها لك على حاجات مستقبليه لسه هتيجي. وفوجئت ان تمام. ايه؟ القاتل الجاني هو عمرو الجنايني اللي عمل كذا كذا. بقي ما اتفتحش، اطلع في وسط الناس كلها يعني، برضه انا ده ردا على اللي بيقول ايه. ايوه، هتقول ان انا اللي قلت لهم وانا اللي عملت يا وانا اللي فندم عملت. ما ينفعش جوه نعمل كده. هطلع اقول اصل انا وقفت قدام نادي الزمالك وعملت له كذا وكذا 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 وكذا، يتقطع مم. لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك. ف مم. لكن اقسم بالله العظيم هذا اللي حصل بدون اي اضافه او حذف. فضلت ساكت، ما فتحتش بقي خالص. انا اللي خدت فلوس، انا اللي خدت فلوس نادي الزمالك، هي دي اخرتها.